ازيكم عاملين ايه؟ يلا نبدأ ونقول بسم الله. ونشوف معانا النهاردة فيديو مختلف. انا جاية من مطبخي اوريكم الشغل بتاعي وبعض الاسعار وازاي تتواصلوا معايا. بحب برضو اشكر كل الناس العملاء المميزين اللي بيتواصلوا معايا وبيعجبهم الشغل. يلا مع بعض نشوف. دي صينية كبيرة زي ما احنا شايفين، رز خلطة. بتكفي من 5 ل6 أفراد، بالكبد والقوانص واللوز والزبيب. دي بطلعها ب110. ما شاء الله. الأسعار عندي تمتاز إنها في متناول نقول الجميع، يعني غير أسعار تانية كتير بصراحة. وطبعا الكواليتي ما شاء الله عالي زي ما انتم شايفين. بنستخدم دهون صحية. ما بكترش دهون في الأكل، والاكل طعم وزي الفل زي ما احنا شايفين. منها وسط ب65. عندنا المحاشي برضو. عندي المحاشي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين معانا. بعمل كل اصناف المحاشي: بتنجان، فلفل، كوسة، عايزاه كيلو مشكل كله على بعضه تمام، ورق عنب، كرنب، كل الاصناف ني ومستوي موجود. وعندي اسعار المحاشي ممتازة ممتازة، صدقوني مش هتلاقوها غير عندي. بعمل كيلو مشكل او الكرنب حاليا ب60، والورق العنب ب70. انا بصراحة يعني ما بحبش المبالغ يعني الاسعار المبالغ فيها اللي موجودة. يعني الوسطية جميلة واللهم زد وبارك. والشغل جميل زي ما انتم شايفين ما شاء الله، والاسعار في متناول الجميع. عندي المحاشي بخصص لها ايام، وبفتح الحجز وبتبداي حضرتك تتصلي وتديني طلبات المحشي وبتاخديها في اليوم اللي هو نازل فيه. عايزاه مستوي عايزاه ني، كله موجود زي ما احنا شايفين. اهم حاجة النظافة النظافة النظافة. وتاني حاجة معانا السعر الجميل بتاعنا، الاسعار الحلوة بتاعتنا. وتالت حاجة الديكوريشن، المنظر النهائي للحاجة بتبقى تفتح النفس. وما شاء الله كل العملاء المميزين اللي بيتعاملوا معايا بيعجبهم الأكل جدا. وأنا حاليا عندي بس مشكلة في صفحة الفيس، فأنا هسيب لكم نمرة التواصل والواتس تحت في الديسكريبشن، حضرتك تتفضلي أو حضرتك تتصلوا وأنا أضيفك عندي للجروب الصغنن بتاعي. وتنوروني وتشرفوني. عندي زي ما قلت لكم جميع أصناف الأكل: فراخ مشوية، فراخ محشية، أصناف على فكرة الفراخ بالرز البسمتي الخليجي كلها موجودة عندي. اللي هي كبسة، مندي، بخاري. الطيور زي ما انتوا شايفين، البط معايا موجود. عايزة تجيبي الطيور نية حضرتك تشتريها وانا اسويها لك، متوفر. عايزة انا اجيبها واعملها، متوفر زي ما قلت لك. ما توقفيش نفسك على حاجة، كله موجود عندي. والاسعار في متناول الجميع. اسعار البط يا جماعة بتتفاوت طبعا حسب نوع البط. عندنا احنا عارفين البط في سوداني، في مولر، فكل كيلو له سعر. وزي ما قلت لكم ما تقلقوش خالص، الاسعار معايا في الوسط، مش هتلاقوها صدقوني، بالنظافة وبالجمال ده. ومعايا الدهون اللي انا بستخدمها صحية، ما بكترش دهون في الاكل. ده برضو حاجة مهمة جدا. احنا دايما عندنا الفاست فود او الاكل اللي بنجيبه من بره بيبقى غرقان في السمنة او الزيت، وده طبعا غلط. دي كفتة مشوية فيها نسبة صغيرة جدا من البرغل. برضو عندي في الشغل زي ما قلت لك اي اصناف، يعني في اصناف انا بنزلها، واصناف لو انا مش منزلها وحضراتكم محتاجينها بتبداوا تطلبوها على طول، بتتعمل لك بكل سهوله. معانا كفته بالشكل الجميل ده، ودي برضو كبده بلدي برضو معانا ما شاء الله، شكلها يفتح النفس. عندنا انواع برضو فروزن كتير، اي صنف فروزن تحبيه موجود. كوبيبه دي كفته برغل. عندي فراخ ولحمه متوفره، كفتة رز متوفرة، سمبوسة. البرجرات بأنواعها، عندي برجر لحم، برجر فراخ. في برجر فراخ برضو كريسبي اللي هو بيتقلى موجود. كوبيبة موجود. بس طبعا كمان الأصناف الفروزن برضو حضرتك بتبدأي تتواصلي معايا: أنا عايزة كيلو 2 من كذا، عايزة الأصناف بتاعت حضرتك، وفي خلال يومين 3 بتوصلك. برضو أنا مش بصراحة بخزن الحاجات دي لفترة طويلة، يعني أنا ما بحبش الأكل يتركن فروزن فترة طويلة. برضو يا جماعة طعمه بيتغير أكيد. فطبعا الفريش مفيش أحسن منه. أنا دايما بعتمد في
طريقتي على كده. ده حواوشي برضو كنت عاملاه بطريقة صحية جدا جدا، شايفين شكله بس والله معمول بطريقة صحية. هنزله ان شاء الله قريب جدا على القناة. ده ممبار وده حمام. اتمنى كده الاصناف والاشكال والحاجات الحلوه اللي شفناها الاكل تكون عجبتكم. زي ما قلت لكم الطعم الاكل عندي لذيذ وخفيف، والاسعار في متناول الجميع. هسيب لكم النمره تحت للتواصل في الديسكريبشن. مع